السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بكل متابعين اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهارده هنعمل طاجن تورلي، طاجن الخضار. تعالوا يلا نشوف احنا هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كده خضار مشكل، عندي بسلة وفاصوليا خضراء وكمان بطاطسيتين وواحدة من الجزر. تمام كده، انا قطعت الجزراية لمكعبات صغيرة، وكمان هقطع البطاطس برضو لمكعبات صغيرة. بقطعها كده اكني بقطع اصابع بس تخينة شوية، وبقطعها مربعات. تمام كده، هجيب بقى حلة على النار، واحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت، واحط كده رشة ملح ورشة فلفل، وهشوح الفراخ. عندي انا هعمله بالفراخ، هشوحهم كده لغاية ما ياخدوا لون معايا، واغطي عليهم كمان عشان ياخدوا نص سوا كده ويغيروا لون معايا. اول ما يغيروا لون معايا كده هقوم شايلاهم من الحلة، عشان انا عايزة اشوح الخضار معايا في نفس الحلة، في نفس ال ال زي ما بيقولوا البهاريز بتاعة الفراخ كده. اقطع كده كام فص توم، وهنزل بقى بالخضار المشكل بتاعي، وهديله تشويحة كده، واحط كمان معاهم فصين توم صحيحيين، يعني مش متقطعين. وكمان قطعت على الخضار ده بصلاية صغيرة، واحط عليهم بقى الملح والفلفل. وطبعا انا كنت حاطه في الفراخ ورق لوري زي ما انتم شايفين كده. احط كمان معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، ومكعب من المرق. اقلبهم كده كويس، ولغايه ما يتبلوا معايا كده هنزل عليهم بعصير من الطماطم. وخدوا بالكم يا جماعه وانتوا بتشوحوا الخضار، لازم النار تبقى هاديه عشان ما يتلسعش معاكم. تمام كده، هسيبه بقى يغلي معايا غلوتين كده، واجيب معايا بقى الطاجن، احط فيه في ارضيته كده الفراخ، وهنزل الخضار معايا بعد ما نشوفه لونه بقى عامل ازاي بعد ما غلى معايا كده غلوة. ونص دلوقتي سوا هو والفراخ. ادخله بقى في الفرن يكمل سواه. تمام كده، اغطي بقى الطاجن معايا بورق فويل، واسيبه بقى يكمل سواه. تعالوا بقى نعمل شوية كده رز حباية وحباية. حلة كده على النار وفيها برضو سمنة على زيت، واجيب بقى الرز بتاعنا المصري المغسول وكمان المتصفي، وشوية كده اقسمه النص الرز، واحمر نصه. الرز ده انا بحبه جدا، بس بيلسوعني لسوعة، يعني انا بحبه بس مش كتير بعمله. بعد كده ما خد لون النص الاولاني، خد لون كده وبقى لونه ذهبي، هحط النص التاني الابيض عليه، واقلبه كده، وبرده اغلفه بالزيت والسمنه كده، وخليه يسخن معايا، وبعدين انزل عليه بالميه المغليه. لازم ميه مغليه يا جماعه عشان حبايه الرز ما تتكسرش عندي، وكمان ما يعجنش. احط له بقى الفلفل الملح بتاعه، عفوا الملح بتاعه، واسيبه يتشرب خالص. وبعدين بعد ما يتشرب اقلبه كده تقليبه كويسه، واسويه واغطي عليه بقى يكمل سواه، زي ما بنقول احنا كده، يتردد. تمام. عندي بقى طاجن التورلي بالفراخ اهو كمان استوى. تعالوا بقى نقدم معاكم كده الرز، بس الرز مفلفل ازاي وجميل. انا حطيت كمان الطاجن تحت الشواية، الفراخ كده تاخد لون، وهو كمان يتشمع كده من فوق كده، يدي زي ما انتوا شايفين كده، يديله كده لون حلو كده من فوق.
النهاردة بقى عملنا كده أكلة سهلة والله، يعني بسيطة جدا، ما فيهاش أي حاجة صعبة يعني. طاجن التورلي أو الخضار بالفراخ، حاجة كده جميل. لو وصلتوا بقى الفيديو هنا يا ريت لايك واشتراك، والسلام عليكم.